السلام عليكم. فيديو جديد غنشوفوا من خلاله الهدف الوحيد اللي جعل إثرو فوز فريق نهضة الزمامرة في الجولة العاشرة ضد فريق الشباب السوالم. فكالعادة غادي نشوفوا اللقطة ديال الهدف كاملة. فهنا كانت تمريرة طولية للجناح، تمريرات قصيرة ما بين اللاعبين، توغل، تسديد، استقبال الكرة و تسجيل الهدف. من خلال الإعادة غادي نشوفوا التمركز اللي كان عند لاعبي شباب السوالم، خاصة هنا عند انطلاق الكرة إلى الجناح ديال شباب السوالم. كنشوفوا يعني اللاعب اللي غيستقبل الكرة كاين هو واحد لاعب آخر، أمامهم مدافع وحيد، يعني كاين جوج لاعبين ومدافع وحيد في وسط الميدان. كنشوفوا خماسي لاعبي فريق شباب السوالم، وفقط 3 لاعبين من لاعبي نهضة الزمامرة. فشباب السوالم كان هنايا كيحاول انه يكون الخطوط متقاربه واللاعبين يكونوا متقاربين فيما بيناتهم، ولكن ما كيخش يخليو المساحه، لانه من غير هاد التمريره هذه اللي شفنا فكيظهر هنايا في الشاشه ان حتى اللاعب كان ممكن بشويه ديال السرعه والدقه والتركيز كان ممكن يعطي كره ارضيه فقط اللي غتمر امام الحكم وغتمشي عند اللاعب ديالو اللي غيكون بدوره مباشره امام اخر مدافع او خط دفاع شباب السوالم. فهنايا اللاعبين ما تمركزوش مزيان، ما سدوش المنافذ. ملي غادي نكملوا اللقطه غادي نشوفوا هنا بعد استقبال الكره من طرف الجناح، كذلك هنا اللاعبين ما كيحاولوش يتمركزوا جيدا، وكنشوفوا كاين 6 لاعبين من فريق شباب السوالم وفقط 4 ديال اللاعبين دون احتساب اللاعب المتواجد امام على مشارف مربع العمليات. وكنشوفوا يعني رباعي فريق شباب نهضة الزمامرة عفوا كيفاش متمركزين وكيفاش غيحاولوا يخلقوا المساحات فيما بيناتهم، سيما على انه لاعبي شباب السوالم الخطا اللي كان كيدار هنا من غير التمركز الصحيح. فكنشاهدوا هنا اللاعب اللي امام حامل الكره ما كيقومش بواحد الضغط عالي، يعني واقف كيشوف اللعيبه شنو غيديروا. هذا خطا، لان كان ممكن انه يضغط عليه وغادي يسد عليه جميع المنافذ او يخليه يفكر تفكير اخر غير انه يمرر بسلاسه للزميل ديالو اللي كنشوفوا هنايا بتمريره واحده خرج جوج اللاعبين من خط الدفاع، وغادي يحاول يفسح المجال او المساحه للاعبين الزملاء ديالو. واحد غادي يستقبل وغتكون تمريره 1-2 وغيلقى راسو امام او داخل مربع العمليات. وهنايا كيعطي تمريره صراحه هذه تحسب للفريق نهضة الزمامرة، لأنه اللاعب بلغة كرة القدم ما طمعش. غالبية اللاعبين في هذه المرحلة هذه أو في هذه النقطة بالضبط كيحاول أنه يراوغ أو يسدد، ولكن هو بان لي أن الزميل ديالو متمركز جيدا فعطاه يعني التمريرة اللي بدورو قام بالترويض ديالها وغادي يسدد للمرمى. النقطة الملاحظة اللي كاينة هنايا في المرحلة هذه أو في هذه اللحظة هو أنه تكتل لاعبي شباب السوالم على أن كلهم باغيين يمشيو يحاولوا يمنعوا اللاعب من التسديد، بخلاف أن كنشوفوا في أقصى الشاشة كاين لاعب مسجل الهدف وحيد في الظهر ديالهم كاملين، وحتى على مشارف مربع العمليات من الجهه اليسرى راه حتى حامل الكره كان يقدر يعطي للزميل ديالو القادم من اليسار، وكانت هي غتقدر تشكل خطوره، ممكن تسجيل، ممكن ضربه جزاء، ممكن مراوغه، ممكن تمريره اخرى. فخمسه اللاعبين كاينين داخل مربع العمليات من فريق شباب السوالم، وحتى واحد فيهم ما حاول انه يراقب هاد اللاعبين هادو، خاصه اللاعب اللي كاين في الدار ديالهم لانه هو كان الاقرب، وبالفعل هو اللي استقبل الكره وقام بالتسجيل بعد التسديده اللي ارتدت من عند حارس المرمى. فاللاعب كيرمي بها الشباك وكيسجل هدف الفوز، الهدف الوحيد وهدف الفوز والظفر ب3 نقاط، الرابعه في هذا الموسم لفريق نهضة الزمامرة اللي كيبصم على في 10 مقابلات كيبصم على واحد البداية مشجعة موفقة. 15 نقطة في وسط الترتيب،
4 انتصارات 3 تعادلات و3 هزائم، بخلاف أن شباب السوالم اللي كيتكبد الهزيمة السادسة هذا الموسم بعد واحد الانطلاقة جيدة في المقابلتين الأوليتين في هذا الموسم، ولكن بعد ذلك تخبط في النتائج السلبية. فهنيئا لفريق نهضة الزمامرة بهذا الفوز هذا اللي غادي يعطيهم دفعة معنوية باش يكملوا في هذه النتائج الإيجابية. حد أوفر لفريق شباب السوالم، نتمنى أنه يستفيق من هذا السبات وحد موفق في قادم الدورات. كان هذا اللقطة في هذا الفيديو اللي جعل إثر هذا الهدف الوحيد في هذه المقابلة. إلى فيديو قادم، السلام عليكم.